كلنا سمعنا النصيحة الذهبية 1000 مرة: دور على شغفك وحوله لشغلانة تجيب لك فلوس كتير جدا. المشكلة إن أغلبنا لما بيدور على الشغف ده بيحس إنه بيدور على كائن فضائي أسطوري. يعني لازم تكون بتعرف ترسم زي دافنشي أو بتعزف مزيكا تخلي الصخر يتكلم عشان تنجح. الحقيقة المزعجة إن فلوسك غالبا مستخبية في مهارة أنت شايفها عادية أو حتى تافهة تماما. مهارتك الحقيقية دي عاملة زي كنبة قديمة جدا مرمية في البدروم ومحدش واخد باله منها. أنت بتتعامل معاها كل يوم كأنها مجرد كراكيب لحد ما يجي خبير ويسمنها بآلاف الدولارات. المنطقة اللي أنت بتدور فيها على موهبتك غالبا هي المنطقة الغلط اللي كل الناس بتبص فيها. بتبص على المواهب الفنية والإبداعية اللامعة زي اللي بيبص على نجوم السماء وينسى الأرض تحته. طيب إيه رأيك لو قلتلك إن تنظيمك لفايلات الكمبيوتر ممكن يساوي فلوس أكتر من الرسم؟ أو إن قدرتك على التخطيط لرحلة من غير ما تنسى حاجة دي خدمة الناس تدفع لك مقابلها. كم مرة ضيعت سنين من عمرك بتطارد حلم كبير ولامع ما كانش أصلا مناسب ليك من البداية؟ بتحاول تبقى مغني وانت صوتك يدوب كويس في الحمام بس مش اكتر من كده بصراحة. الوقت ده كله كان فيه منجم دهب صغير وهادي موجود جواك وانت كنت أعمى عنه تماما. بتروح شغلك كل يوم كأنك بتسوق عربية ماشي على آخر نقطة بنزين في التانك بتاعها. عارف إن الطريق ده مش هيوصلك للمكان اللي نفسك فيه، بس مفيش قدامك بديل تاني واضح. الخوف من المستقبل بيخليك متمسك بالوظيفة دي زي غريق بيتعلق في خشب عايمة وسط المحيط. انت مش محتاج تخترع موهبة جديدة من الصفر عشان تغير الوضع المالي بتاعك للأحسن، صدقني. انت بس محتاج نظارة مختلفة تشوف بيها الحاجات اللي بتعملها كل يوم بشكل تلقائي ومريح. المهارات اللي بتجيلك بسهولة وبدون اي مجهود هي غالبا اكتر حاجات ممكن الناس تدفع لك فلوسها. لأن اللي سهل بالنسبة لك ممكن يكون عامل زي حل معادلة رياضية صعبة جدا لشخص تاني خالص. إحنا فاكرين إن الحاجة اللي بنعملها ببساطة أكيد كل الناس بتعرف تعملها بنفس السهولة دي. ودي أكبر كذبة بنقنع بيها نفسنا عشان نفضل محبوسين في نفس المكان اللي بنكرهه كل يوم. إحساس الندم على الفرص اللي ضاعت منك في الماضي ممكن يتلغي لو ركزت في الحاضر. فكرة إنك لازم تكون شخص خارق عشان تعمل فلوس هي مجرد وهم كبير إحنا صدقناه وخلاص. الناس العادية اللي بتعمل فلوس محترمة مش عباقرة ولا عندهم قدرات خاصة نازلة من السماء. دول مجرد ناس اكتشفوا مهارة بسيطة عندهم وعرفوا ازاي يبيعوها للشخص الصح في الوقت الصح. طيب إزاي تلاقي الكنبة القديمة دي وتعرف تمنها الحقيقي في السوق بدل ما هي مركونة كده؟ في فكرة يابانية بسيطة جدا بتقول إن نقطة قوتك الحقيقية موجودة في تقاطع 4 دوائر مختلفة مع بعض. الدايرة الأولى هي الحاجات اللي بتحب تعملها لدرجة إن الوقت بيتسرق وإنت مش حاسس بيه خالص. والدايرة التانية هي الحاجة اللي أنت شاطر فيها فعلا حتى لو شايفها عادية ومش محتاجة مجهود كبير منك. الدايرة التالتة بقى هي الحاجات اللي العالم محتاجها بجد ومستعد يدفع فلوس عشان يحل مشاكله بيها. أما الدايرة الرابعة والأهم فهي الحاجة اللي الناس بتطلع محفظتها وتدفع لك فلوس مقابلها وإنت مبتسم. فلوسك الحقيقية مش في الحاجة اللي بتحبها بس، لكنها في النقطة الصغيرة اللي ال4 دوائر دول بيتقابلوا فيها. لأنك لو بتحب الرسم بس رسمك مش حلو كفاية، ده هيفضل مجرد هواية لطيفة مش أكتر من كده. ولو انت شاطر في حاجة بس بتكره تعملها هتحولها لوظيفة تانية بتصحى كل يوم عشان تهرب منها. المعادلة السحرية هي إنك تلاقي المهارة اللي عندك وكمان بتحبها وحد تاني محتاجها ومستعد يدفع فيها. عشان كده عايزين نعمل تمرين بسيط اسمه جرد المهارات المخفية اللي عندك وانت مش واخد بالك. هات ورقة وقلم واكتب لي قائمة ب20 حاجة بتعملها في يومك العادي من غير ما تحس بملل أو إرهاق. ممكن تكون حاجة زي ترتيب دولابك بطريقة معينة أو إنك بتعرف تقنع صحابك برأيك في أي خروجة. يمكن تكون بتعرف تعمل أحسن كوباية قهوة مظبوطة أو بتعرف تصلح أي جهاز كهربائي بيبوظ في البيت. اكتب كل حاجة مهما كانت تبان تافهة أو ملهاش لازمة من وجهة نظرك دلوقتي، ودي أهم خطوة. بعد ما تخلص القائمة الطويلة دي بص عليها كويس وابدأ اسأل نفسك على كل بند سؤالين 2 بس. السؤال الأول: هل في ناس بتعاني عشان تعمل الحاجة دي أو ما عندهاش وقت كافي إنها تعملها بنفسها؟ والسؤال التاني: هل الناس دي ممكن تدفع فلوس لحد يريحها من المشكلة دي ويوفر عليها وقت ومجهود؟ هتلاقي إن معظم القائمة بتاعتك بدأت تتشخبط عليها ويتبقى منها 3-4 حاجات بس في الآخر. الحاجات القليلة اللي فضلت دي هي منجم الذهب بتاعك. دي المهارات اللي السوق ممكن يدفع لك فيها فلوس. بطل تفكر في الموهبة على إنها حاجة بنتولد بيها زي لون العينين، دي أكبر خرافة بتعطلنا كلنا. الموهبة الحقيقية عبارة عن فضول واهتمام استمر معاك لوقت طويل فبقى عندك خبرة فيه أكتر من غيرك. الراجل اللي بيعمل آلاف الدولارات من تصميم شيتات الإكسل ما كانش مولود وهو ماسك ماوس في إيده يعني.
ده مجرد شخص كان عنده فضول يعرف البرنامج ده بيشتغل ازاي، وقضى وقت أطول من غيره يتعلم أسراره. صاحب الشركة الصغيرة اللي غرقان في فواتير ورق ومش عارف يجمع حساباته، بالنسبة له شيت الإكسل المنظم بتاعك ده طوق نجاة. هو مش بيشتري الشيت نفسه، هو بيشتري وقته وراحة باله والنوم الهادي بالليل من غير قلق الحسابات. والبنت اللي حولت حبها لتربية القطط لشغل استشارات، هي ما عندهاش قدرة سحرية على فهم لغة الحيوانات. هي بس قرت أكتر وجربت أكتر وفشلت أكتر من أي شخص تاني لسه جايب قطة جديدة وخايف عليها. الأم الجديدة اللي بتدفع 1000 جنيه في استشارة أونلاين عشان تعرف القطة بتاعتها بتاكل إيه، هي بتشتري الأمان، بتشتري إحساس إنها مطمنة ومش هتصحي في يوم تلاقي الكائن الصغير اللي جابته ده حصلت له حاجة وحشة. هل بدأت الصورة توضح شوية دلوقتي؟ انت مش بتبيع مهارة، انت بتبيع حل المشكلة بتسبب قلق وخوف. الناس ما عندهاش استعداد تدفع فلوس في الحاجات الفنية والرفاهيات إلا لو معاها فائض مالي كبير جدا. لكن أي إنسان مهما كان وضعه المادي مستعد يدفع عشان يحل مشكلة بتوجعه أو يخفف خوف مسيطر عليه. ركز في المهارات اللي بتحل مشاكل حقيقية، مش المهارات اللي بتعمل حاجات جميلة وخلاص ملهاش لازمة. طيب دلوقتي بعد ما لقيت مهارتك الذهبية المحتملة، إزاي تتأكد إنها مش مجرد نزوة مؤقتة؟ قبل ما تبني أحلام وتعمل بيزنس بلان، لازم تختبر الفكرة دي في أرض الواقع بحاجة بسيطة جدا. اختار واحد من صحابك أو قرايبك اللي بيعانوا من المشكلة اللي مهارتك دي بتحلها كل يوم. اعرض عليه إنك تساعده مجانا أو بمبلغ رمزي جدا، كأنك بتعزمه على فنجان قهوة مش أكتر. شوف رد فعله الحقيقي، هل هو فعلا حس بقيمة اللي عملته له ولا كان مجرد بيجاملك وخلاص؟ هل الخدمة دي وفرت عليه وقت كان بيضيع منه ولا حلت له أزمة كانت مسببة له صداع مستمر؟ لو لقيت عينيه بتلمع بامتنان حقيقي، يبقى انت ماسك في ايدك اول خيط لمنجم الذهب بتاعك. رد الفعل الصادق ده هو المؤشر الوحيد اللي هيقولك اذا كان شغفك ده ممكن يتحول لفلوس. الناس ما بتدفعش فلوس في الكلام الحلو، الناس بتدفع فلوس في النتائج اللي بتلمسها بايديها وبتحسها. ما تجريش تبني امبراطورية كاملة من اول يوم، ابدأ بانك تبني طوبة واحدة بس وتتأكد انها سليمة. قرار صغير بتنفذه النهاردة أحسن من خطة عبقرية بتفضل تأجلها في الدرج بتاعك لسنين طويلة. الفرق بين الغني والفقير مش في حجم الدخل، لكن في طريقة استغلال الوقت المتاح ليهم هما الاتنين. الفقير بيبيع وقته عشان ياخد مرتب، لكن الغني بيستثمر وقته عشان يبني أصل يجيب له دخل مستمر. في التعليقات تحت اكتب لي ايه هي المهارة المخفية اللي اكتشفت انك ممكن تكون بتمتلكها دلوقتي. وفي الفيديو اللي جاي هنمسك أكتر المهارات دي ونتكلم إزاي تسعرها صح وتحولها لمصدر دخل. ما تبصش على حجم الخطوة اللي بتاخدها، بص على اتجاهها، لأن خطوة لقدام أحسن من 1000 خطوة في مكانك.